هو انتوا شباب اصلا؟ واحنا في سنكم كنا بننزل نبني الاهرامات ونرجع نحبس بكوبايه شاي. طبعا يا حاج، وانت اسمك خوفو محمد عبد السلام. عاوز يجيب اولاد، يعيش حياه مستقره، وكل ده كان بيحصل من 9 صباحا ل 2 ظهرا. حتى المرتب كان بيكفي الحاجه، يعني لو انت عايش في حي فاخر زي الزمالك، وقتها كان الزمالك صح؟ ده افخر حي. التجمع ده بالنسبه لي التجمع فين؟ هنروح فين يا صاحبي؟ تقدر تلعب رياضه، وتقدر تروح على القهوه مع صحابك، تسافر، تستمتع بالحياه، تقدر تعمل كل حاجه. على عكسنا طبعا، حياتنا كلها بقت عباره عن شغل. بنخلص الشغل ونروح البيت عشان نيجي الشغل تاني يوم في اسرع وقت. الدنيا كويسه وشغاله، يعني ممكن تجيب عربيه من غير ما تاخد قروض كتير وتتدين للبنك. او ترومبيل، نهارك سعيد. فين الاوتومبيل بتاعي يا استاذ هشام افندي؟ زمان كانوا اهالينا عايشين من غير كل ده، كان عندهم صحابهم، كان عندهم التليفون الارضي اللي العيله كلها بتتجمع حواليه، كان عندهم الراديو والمكتبه العامه. تعيش اللحظه وتستمتع بيها من غير ما تصورها، او من غير ما حياتك تبقى على المشاع. كان في خصوصيه اكتر. دلوقتي وانت نازل بتعمل ستوري، وانت قاعد على النيل، وانت قاعد على البحر، وانت بتاكل. تعبتوني، تعبت بدنيا، تعبت فنيا، تعبت نفسيا. الحياه بقت فيك قوي دلوقتي. بدل ما نستمتع بالحياه بنهتم اكتر ان احنا نصور الحياه دي بدل ما نعيشها. النهارده عشان تشتري شقه محتاج سنين عمل ضوئيه، والزواج وبناء البيت اصبح تحدي مرتفع التكاليف. واتدينت بقى قروض جمعيات وجبت شقه، هتحس ان انت مش عايش في حاجه ملكك، انت عايش في ديون. انت عايش في ديون مستقره. يا عم هي ناقصه شعر، ما انت مشعر لوحدك. وهي ناقصه شعر ولا ناقصه خنقتك؟ هي ناقصه خنقتك يا اخي. ديون ليها حطام. الديون ليها حيطان يا صاحبي. حلو الافيه. والضغوط الاقتصاديه او العالميه بقت بتاثر على العلاقات بشكل كبير، سواء العلاقات الشخصيه او المهنيه، وكل جيل بيشوف الحياه بشكل مختلف. لكن لازم نفتكر ان الظروف المحيطه هي اللي بتشكل تصوراتنا.